طيب خلينا متفقين ان اليو ديانج من اكتر الناس المخلصه داخل النادي الاهلي ومن اكتر الناس اللي بتحب النادي الاهلي، ده شيء مفروغ منه ما فيهوش كلام. لما اليو ديانج يقعد النهارده مع خوزيه ريبيرو ويتفقوا على كل حاجه تخص الموسم القادم، ويتفقوا كمان على فكره ان اليو ديانج هيكون ليه مكان اساسي في التشكيل الاساسي في النادي الاهلي، فيطمن فيقول ويبلغ كابتن محمد يوسف ان هو مستعد ان هو يجدد فور العوده من المعسكر، تعرف ان هو لاعب محترم جدا. يا ريت كل اللعيبه المحترفه زيه. كمان من ضمن اللعيبه اللي هيوحشونا واللي احنا كمان مبسوطين ان هم هيرجعوا يلعبوا تاني هو علي معلول. علي معلول النهارده موجود في تونس، موجود في نادي الصفاقسي عشان يخلص كل شيء مع النادي بعد ما اتفقوا على كل شيء في خصوص انتقال علي معلول لنادي الصفاقسي. كان انتقال حر ومضوا على 3 سنين 3 سنوات الى الاحتفال بالمئويه بتاعه نادي الصفاقسي انه هيكمل 100 عام. انا مبسوط ان علي معلول هيلعب كرة قدم تاني حتى لو مش في النادي الاهلي. انا بحبه، فانا حابب ان انا اشوفه تاني متواجد في الساحره المستديره لانه يستحقه، ولان هو لسه قدامه كتير يقدمه في الكوره. اما بخصوص المهاجم بتاع النادي الاهلي فما زال البحث جاري والبحث مستمر. خليني اقول لك مفاجاه في القصه دي، ان بدا التفكير داخل مجلس اداره النادي الاهلي ان يكون في مهاجم اجنبي افريقي بيلعب في الدوريات الاوروبيه. ايوه، بدا التفكير في الموضوع دوت، خصوصا بعد ما كابتن محمود الخطيب وكثيرا من اعضاء مجلس الاداره اقتنعوا بفكره انه مفيش حاجه اسمها ان احنا نجيب بديل محلي زي اسامه فيصل لوسام ابو علي، خصوصا بعد المبلغ الجبار، مبلغ كبير جدا النادي الاهلي هياخده مقابل انتقال وسام ابو علي لنادي كولومبوس كرو الامريكي. بتتكلم في مبلغ بيوصل ل 8 مليون دولار كاش. مبلغ زي ده يقوي قلبك، يخليك انك انت تتفاوض مع اي لاعب انت عايزه على مستوى العالم، ومش ببالغ لان المبلغ كبير جدا، فتقدر تجيب مهاجم سوبر. مش تقول لي بقى مهاجم محلي واسامه فيصل. اما من ناحيه مصطفى محمد فاقدر اقول لك ان القصه شبه منتهيه في موضوع مصطفى محمد، ومفيش تفكير خلاص داخل مجلس اداره النادي الاهلي في التعاقد مع مصطفى محمد. وانا معاهم في الجزئيه دي وفي الحته دي، لان مصطفى محمد مش هيكون مفيد قوي في النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه صفقته هتكلفنا مبالغ كبيره جدا، ما يقارب من 5 مليون يورو، غير الراتب الضخم اللي هياخده مصطفى محمد. انت بالرقم دوت تجيب لاعب مميز جدا سوبر جدا اعلى منه بكتير ويكون اجنبي. انا عارف ان المشكله في موضوع الاجنبي هي قصه عدد الاجانب، بس المشكله دي هتتحل قريب وقريب جدا، خصوصا لما اقول لك ان موضوع اشرف داري داخل النادي الاهلي ما هو الا ايام معدوده وهينتهي، لان اشرف داري في عروض قويه جات له في اليومين اللي فاتوا مؤخرا هتخلي النادي الاهلي يعرف يبيعه ويعرف يفضي مكان يقدر من خلاله ان هو يجيب اللاعب الاجنبي اللي هو عايزه.